إن كانت معصية فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وإن كانت مرفقة فعند الله تجتمع الخصوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أنا مش هطول الفيديو على حضراتكم، ولكن اختصرت الفيديو بالكلمتين اللي قلتهم لحضراتكم: إن كانت معصية فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين، وإن كانت مرفقة فعند الله تجتمع الخصوم. وبالبلد كده: ياما في الحبس مظاليم، ويا بخت من بات مظلوم ولا باتشي ظالم. أنا عامل الفيديو ده بخصوص إن أنا عملت 4 فيديوهات عن واقعة ابن فضيلة الشيخ محمد حسان، وقلت إن هو تم إلقاء القبض عليه وبحوزته 4 قطع من الحشيش وسلاح أبيض وشريط ترومادول، والواقعة اللي حضراتكم شاهدتوها على المنصة عندي وعند منصات كتير أخرى. أنا الأربع فيديوهات اللي عملتهم بخصوص الواقعة دي موجودين حتى الآن على القناة، ما حذفتش فيهم أي فيديو ومش هحذف فيهم فيديوهات، ولكن من الواضح إن الناس فهمت الفيديوهات غلط. كل واحد صنف الفيديو بدماغه أو حب يفهم الفيديو بطريقته الخاصة، ولكن أنا الفيديوهات موجودة حتى الآن، ما حذفتش ولا فيديو ومش هحذف ولا فيديو. والناس بتكتب لي في التعليقات إن أنا بسيء لابن فضيلة الشيخ خالد محمد حسان، وأيضا بسيء لفضيلة الشيخ محمد حسان شخصيا، والكلام ده طبعا غير صحيح بالمرة. أنا مش ببرر موقفي. الفيديوهات موجودة على القناة حضراتكم، وممكن تراجعوا الفيديوهات من بداية الفيديو حتى النهاية. أنا ما كنتش بدعم الشيخ محمد حسان ولا بدعم خالد محمد حسان، ولكن كنت دايما بقول إن اللي عمله خالد محمد حسان إذا كان حقيقة شكلا وموضوعا فلا يقلل من شأن فضيلة الشيخ محمد حسان في شيء، وإذا كانت ملفقة فعند الله تجتمع الخصوم. إحنا الناحية دي ملناش أي علاقة بيها. أنا راجل فاتح قناة باقدّم محتوى لحضراتكم، باوصّل لحضراتكم اللي بيحصل من أرض الواقع، باوصّل لحضراتكم التقارير اللي بينشروها على السوشيال ميديا، ولكن في البداية وفي النهاية إذا كان خطأ ارتكبه ابن العلامة المحترم الداعية الإسلامي محمد حسان، ف كلنا بنخطأ يا سادة يا محترمين، ما فيش حد معصوم من الخطأ. وإذا كانت ملفقة فأنا قلت لحضراتكم: وعند الله تجتمع الخصوم. والأربع فيديوهات موجودين على القناة. إذا كنت أسأت لابن فضيلة الشيخ محمد حسان اللي هو خالد محمد حسان، وناس كتير بتعتقد إن هو أحمد محمد حسان الابن الأكبر لفضيلة الشيخ محمد حسان، ولكن الواقعة دي اللي ارتكبها الابن الأصغر من أحمد اللي هو خالد محمد حسان. وكمان الصور اللي هي بينشروها على السوشيال ميديا وجميع المنصات غالبا صورة أحمد حسان. ولكن عشان ما اخدش حضراتكم في حتة بعيد، أنا حبيت أعمل الفيديو ده عشان أوضح لحضراتكم الواقعة. أنا واحد من عامة الشعب، عشان الناس تفهم الكلام وتفهم الرسالة. أنا واحد من عامة الشعب، أنا واحد رب أسرة ل6 أفراد متكونة من 5 أولاد والزوجة 6 وأنا رقم 7، بصرف 10 ترغفة على بطاقة التموين. يعني الكلام واضح والكلام مفهوم، ولكن أنا كنت بوصل لحضراتكم الصورة كما جاءت بالنص لابن فضيلة الشيخ المحترم الداعية الإسلامي محمد حسان، أعزه الله وجزاه الله خير الجزاء، وجزاه الله بما فعله في الدنيا، وكرمه الله في الدنيا وفي الآخرة، وفك الله كرب ابنه أو نجله خالد محمد حسان. أنا خلّصت ضميري في الفيديو ده عشان أنا اتعرّضت لهجوم كبير من أحد المشاهدين في تعليقات يعني، ومش مزعّلني التعليقات، ولكن أنا كل اللي زعّلني إن الناس فهمتني خطأ. أتمنى إن الناس تراجع الفيديوهات تاني وتفهم الصورة صح، ويعرفوا إن أنا ما زايدتش على ابن فضيلة الشيخ محمد حسان. أتمنى إن ده يكون يعني سريعًا تراجعوا الفيديوهات عشان أنا ما أسأتش الظن بحد.
فأتمنى كمان إن ما حدش يسيء الظن بيا، وأنا ما ظلمتش حد. أتمنى إن كمان ما حدش يظلمني. أكون شاكر لحضراتكم جدا. وبعد ما تراجعوا الفيديوهات لو شايفين إن أنا أخطأت في بعض المعاني أو في بعض الكلام، اكتب لي في تعليق وحاول إنك تفهمني. ربما أكون أنا صانع محتوى بوصل لحضرات يعني لحضراتكم رسالة، ولكن في نفس التوقيت بنتظر من حضراتكم تعليق. ربما أكون أنا اللي مستفاد من حضراتكم، مستفاد التوجيه يعني من حضراتكم. مش هاطلب من حضراتكم لايك على الفيديو لإن ده هترجع طبعًا لذوق حضرتك، ولا هاطلب من حضرتك لو أول مرة تشوفنا في القناة إنك تشترك معانا وتشرفنا في القناة المتواضعة ديّة، ولكن دي حاجة برغبتك طبعًا. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.